ما هو الشيء الذي يجعل الجسم لا يستجيب للرجيم؟ حلو قوي السؤال ده، عشان كتير قوي من الناس بتعمل دايت وتقول لك انا ما بخسش يا دكتور، انا حرقي وحش، فانا مش هاخد الخطوه اصلا. اولا لازم التشخيص اهم من العلاج، لازم تعرف هل انت عندك مشاكل في الغده الدرقيه او لا، هل انت عملت دايتات قبل كده كتير ولا لا، غلط ولا صح، هل انت بتحرم نفسك من البروتينات فما بتاخدش كميه البروتين الكافيه، لان زي ما احنا عشان عارفين تشبع. البروتين بيشبع وبيعلي الحرق وبيحافظ على الكتله العضليه اللي هي الاساس في زياده الحرق. رقم 4، اللي ما بيشربش ميه مش هيخس. لو انت ما شربتش كميه ميه كافيه معادله للاحتياج بتاع جسمك انت مش هتخس. عشان كده دايما في الشتاء بنقول اشرب سوائل دافيه عشان تعوض نقص الميه، عشان ما بنعطش كتير. جميل. المجهود الرياضي والحركي حتى لو 10 دقايق لربع ساعه تلت ساعه ماكسيموم نص ساعه مهم جدا لرفع معدلات التمثيل الغذائي والحرق في اليوم. والمهم قوي واكتر واحد فيهم مهم، انك ما تستعجلش نزولك عشان ما تنزلش غلط او تلاقي جسمك بيريزيست وبيدافع فجسمك ما يحرقش زي ما انت عايز. قلة النوم يا دكتور ممكن تكون سبب في مقاومة الجسم للدايت؟ مهم جدا برضو النقطة دي، عشان كتير من الناس بتهمل شق النوم، بيسهر فترات طويلة فبالتالي معدلات الأكل بتزيد بالليل، فبالتالي ما بيخسش كويس، أو يجوع كتير بالليل فما بيخسش كويس. التنظيم هرمون الكورتيزول الطبيعي مهم جدا، وخصوصا لو أنا منظم نومي، لو أنا بنام وقت كافي مش أزيد من اللزوم. احنا دايما بنقول ننام من 6 ل 8 ساعات، ما نزودش عن كده وما نقللش عن كده. في ناس بتزود ل 10 و12 ساعة في اليوم، وده برضو من الحاجات اللي بتقلل معايا التمثيل الغذائي والحرق. السناك او ان انا لقط وما اكلش المفيد بتاعي، وخصوصا الحاجات بتاعت السوبر ماركت والكانتين والحاجات اللي احنا عارفينها دي برضو بتضر بالشخص اللي بيحاول يعمل انقاص وزن. يقول لك والله يا دكتور انا ما باكلش، انا ما باكلش خالص، هو شايف نفسه كده ما بياكلش. ولما نيجي نعمل تحليل للوجبات اللي داخله جسمه من الصبح لحد بالليل بنلاقي ان فيه بسكوتايه، كوبايه عصير، ثمرتين فاكهه، كل شويه بياكل حاجه، وده ما بياخدش فيهم كميه البروتين اللي قلنا عليها في اول اللقاء، فبالتالي هو مش هيحرق زي ما هو عايز. والتوتر والضغط العصبي اعتقد يا دكتور برضو ده مشكلة. عشان الكورتيزون الطبيعي اللي احنا قلنا عليه اللي بيزيد معانا مع التوتر، اللي هو هرمون التوتر الطبيعي بتاعنا، فبالتالي كل ما تتوتر وتشد نفسك عصبيا حتى لو انت عشان تخس. عشان كده دايما بنقول للشخص وهو بيعمل نظام غذائي ما توزنش نفسك كتير. كل ما توزن نفسك اكتر كل ما يبقى عندك توتر نفسي وهتكتئب اكتر، اكتر ومش هتقدر تكمل. وبالتالي مفيش حد بينزل كل يوم. صحيح. انت بتنزل بالمعدل الطبيعي اللي بنقول عليه 7000 سعر حراري يوازي كيلو دهون. فبالتالي لازم تبقى انت صبور، على الاقل يفوت اسبوع واوزن على نفس الميزان بنفس اللبس عشان يبان الفرق في الميزان. وفي نفس المكان بالظبط. كلنا فاكرين ان الفاكهه بتخسس، لكن الكارثه ان الفاكهه طلعت بتتخن. مظبوط، ودايما ده اللي انا بقوله، لازم ناخد بالنا ان الحاجه اذا زادت عن الحد بتقلب للضد. عشان كده سكر الفاكهه اللي موجود في الفاكهه لما بنهمل نفسنا وبناكل كميات كتير على اساس ان انا بخس انا بزيد في الميزان. سكر الفاكهه بيزود دهون الكبد، بيزود اليوريك اسيد، ومع الوقت بيعمل احتباس سوائل في الجسم، فبالتالي الشخص هيطلع على الميزان هيلاقي نفسه مش خاسس، هيلاقي معدلات الحرق بتاعته قلت لانه هو واخد سكر فاكهه كتير. سكر الفاكهه اقل من السكر الطبيعي ب2 سعر حراري فقط، فبالتالي اما اخد فاكهه كتير هي هتضرني مش هتفيدني. الفاكهه برضو ممكن ناخدها بصوره غلط زي العصير، يقول لك انا مش باكل فاكهه بس انا بشرب عصير. كارثه اسوأ. ليه؟ لان العصير بيديكي سكريات بصوره اعلى، وبالتالي مفيش فيه الياف تقلل امتصاص السكر، وكمان بتقلل ان السكر يعلى مره واحده في الجسم وينزل مره واحده، فبالتالي مع الوقت بيحصل زياده في الوزن وجوع اكتر من شبع. ايه التوقيت الصح اللي ناكل فيه فاكهه؟ اي وقت ممكن ناكل فيه فاكهه، الصبح فاكهه، بالليل فاكهه، في الظهر فاكهه، مفيش اي مشكله خالص، بس اخد المعدل او الحصص الطبيعيه بتاعتي اللي انا محتاجها، اللي ممكن نقول من 3 ل 5 على حسب كل شخص، ممكن نزود شويه او نقلل شويه على حسب النظام الغذائي اللي محطوط لكل شخص. 3 ل 5 ثمره فاكهه يعني على حسب نوعها وايه بالظبط. الحصه يعني بتبقى ثمره فاكهه يا دكتور مثلا؟ لا، النقطه دي مهمه. ليه؟ يقول لك انا هاخد فراولايه واحده ولا هاخد بطيخايه ولا هاخد كنتالوبايه، فالحجم بيختلف. لما بنيجي نحسبها بنحسبها بالكب او الكوبايه. التفاحه مثلا تساوي برتقاله، تساوي 2 يوسفي، تساوي 5 فراولات، تساوي نص كنتالوبايه وسط، تساوي رمانايه وسط، كل ده بيتساوى في الحصص الفاكهه. فبالتالي لما نقول ثمره فاكهه يبقى حاجه من دول، مش دكتور قال لي مش ثمره فاكهه بالظبط. حقن التخسيس
دي مش محتاجه بقى حضرتك بقى يعني هتدوس فيها. يلا بينا. ايوه بقى يلا بينا. احترنا في حقن التخسيس، هي صح ولا غلط؟ هي بتتخن ولا بتخسس؟ هي مفيده ولا ضاره؟ حقن التخسيس كتير، واي حاجه بتتاخد عن طريق الحقن اسمها حقن تخسيس. طبعا تدرج دخول حقن التخسيس في التخسيس او في انقاص الوزن بدأ من الأول بحاجات للحرق، بتتاخد عضل تزود معدل التمثيل الغذائي والحرق، ممكن تتاخد كل 3 أيام أو كل أسبوع. دي بتحتوي على بعض الفيتامينز، بعض الحاجات زي الكارنيتين، بعض الحاجات الاي بيز اللي بتدي طاقة، فبتساعد الشخص إن هو يوصل لوزن كويس وهو بينزل بدون إجهاد أو بدون نقص في الفيتامينات. وبعد كده بدأت تظهر حقن التخسيس اللي هي الترند دلوقتي المشهورة، اللي فيها مادة بتشتغل على الشبع أكتر، وكمان بتزود لي معدلات التمثيل الغذائي والحرق. فبالتالي كانت مشكلة عند الناس اللي بتنزلش في الميزان، يبقى بيعمل دايت، بياخد حاجات مساعدة علاجات دوائية، بيحاول يمارس رياضة ونزوله ضعيف. فبالتالي هي حلت له القصة دي إن هي بدأت تزود معدلات التمثيل الغذائي والحرق. جميل. كمان حسنت وظيفة الخلية الدهنية، ان بقت ما تخزنش بسهولة، والدهون البيضة زي ما احنا عارفين ان في عندنا حاجة اسمها دهون بيضة ودهون بني، الدهون البيضة ما عادتش بتخزن دهون اكتر، وبقى معدلات التمثيل الغذائي والحرق بتاعتها اعلى. فبقى الشخص حتى لما بيحصل انه بيوقف الحقن فترة، هو مش بيزيد بنفس السرعة اللي كان بيزيد بيها زمان. حتى لو بيلخبط في الاكل. اوكي. رقم 3 احنا قلنا الشهية والأكل، فبالتالي الشخص اللي بيحاول يعمل إنقاص وزن ومش بيعرف يمسك نفسه أو بيجوع أو بيميل للتلقيط، هي بتقفله القصة دي تماما، فبتخليه ما يلقطش، يعرف ينتظم بالنظام الغذائي. بس لازم ناخد بالنا إن كل حاجة ليها احتياطات، ولازم يبقى ليها تحاليل خاصة بكل شخص عشان يتحدد هل هو ينفع ياخد الحاجة دي أو لأ، ولازم تكون تحت إشراف طبيب عشان ما يبقاش فيها مشاكل صحية عليه. معنى كلامك يا دكتور ان حقن التخسيس ما تنفعش لكل الناس؟ ما تنفعش لكل الناس، بس مفيدة لأغلب الناس. بلبن دمر صحة الشعب المصري للأسف، وبره مصر كمان. هو للأسف انتشاره السريع، والترندات بقى مش عارف اسمها الهبة، ومش عارف كشري، مش عارف ايه، وحاجات غريبة أنا مش عارف أساميهم بصراحة، وأسامي غريبة بيتحط حاجات على بعضها والناس بتاكل. هي مش فارقة، ما كنا بناكل الكيكة لوحدها وبناكل البسبوسة لوحدها وبيبقوا حلوين جدا. انت ما بقتش عارف انت بتاكل ايه. انت بتاكل مسمى عجينة. هو كله دهون، كله سكريات، كله نشويات، كله صوصات اللي بتتحط دي اصلا فيها مواد كيميائيه لو دخلت جسمك بياخد 40 يوم عشان يصرفها. فبالتالي انت بتاخد الحاجات دي، وللاسف انتشار المحلات دي في كل مكان بقى، بيفتح براند هنا وهنا وهنا وهنا، بقى كل واحد تحت بيته واحد، فبالتالي بينزل يجيب وهو رايح البيت رايح الشغل، وبقى في اغراء لان انت عايز تجرب الاسم الجديد، الحاجه الجديده، الترند اللي طالعه، لازم اجرب. ده حلوه، بس للاسف والله انا جربته ما اتبسطتش. يعني طعمه كمان مش حلو جدا. يعني انا عندي اكل الحاجه لوحدها افضل ما اكلها كوكتيل على بعض، ما انتش عارفه انت بتاكلي ايه. قنبله سكريات يا دكتور هشام. سكريات، كنافه محمره، صوديوم كلورايد كتير جدا، وده بيعمل تورم في الرجلين وزياده في مشاكل الضغط والقلب. سكريات بتزود السكر وبتزود مقاومه الانسولين وبتخلي معدلات الحرق في الارض. نسبة بقى الصوصات اللي بتحط دي وكوكتيلاتها مع بعض بتطلع مركبات كيميائية زي ما احنا قلنا ما بتضرش، يعني ما بتفيدش، هي بتضر اكتر. فبالتالي دايما ناخد بالنا من نفسنا. حابب تاخد حاجة زي كده كل فين وفين عشان ما تضرش. اما كل يوم انا باكل بلبن احنا دمرنا نفسنا. هل صحيح يا دكتور في اكلات تسبب الغباء والتناحة؟ مهم جدا الموضوع ده، بس نخاف على نفسنا ونخاف على اولادنا. الغباء بيجي نتيجة ان الشخص نفسه بياكل اكل غير صحي، مفيش فيه الفيتامينات المفيدة للمخ، مفيش فيه فيتامينات كاملة، مفيش فيه بروتين كافي، او انه بياخد اكل غير صحي بيأثر معايا في وظائف المخ، زي اللحوم المصنعة بياكلها كتير. نركز بقى في كتير دي، الجبن المصنعة، الدهون المشبعة بصورة عالية، المعلبات عشان المواد الحافظة ومكسبات الطعم واللون، الوجبات السريعة كتير ان انا باخدها فيها نسبة اكسدة وفيها نسبة دهون ضارة كتير، فبالتالي بتعمل لي شوارد حرة او شوارد حرة في الجسم، فدي مع الوقت بتأثر معايا على وظائف المخ. عشان كده دايما بننصح لو حد عايز يركز او يبقى مخه احسن وقلبه احسن، خد اوميجا 3. خدها كل يوم واحدة، هتساعد معايا في تنظيف الجسم من الشوارد الحارة. مضادات الأكسدة كويسة قوي، بتحسن وظائف المخ. خد فيتامين بي،
فبالتالي الحاجات دي بتنظف لي جسمي من الاثار اللي داخله عن طريق الاكل ده. الافضل ان ناخد اوميجا 3 عن طريق اقراص تابلت يعني، ولا اخدها في شكل اكل، ولا اخد الاثنين اميكس بين الاثنين مع بعض؟ نميكس بين الاثنين مع بعض، وخصوصا لو انا عندي دهون زياده في جسمي، لو انا عملت تحليل ولا عندي دهون عاليه لازم اخد اوميجا 3 خارجيه عشان هي بتقلل لي الدهون الضاره. اما لو انا شخص طبيعي يفضل ان انا اخدها من اكلي. لو حاسس ان انا عندي في غباء شويه او في قله مجهود شويه تركيزي مش مركز قوي، خد اوميجا 3 كل يوم خارجيه مره بعد الفطار.